السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ كل الدول العربية وجعلنا مترابطين لحد يوم الدين، اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي، حابة النهاردة ان انا طبعا اتكلم على فويسات هناء، واتكلم طبعا على تعب زاهية. بس المنتدى بتاع زاهية حلو قوي، ان احنا راجعين ان شاء الله احسن من الاول باذن الله. لان انا عايزه اقول لك على حاجه يا زاهية، انا حاسه بيكي والله العظيم، حاسه برقدتك وزعلك وكتمتك، ان كل ده يطلع من اهلي ليه؟ ده انا مش سايبه حد فيهم. يعني انا طول عمري اصلا، يعني حياتي يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب، هي بتقول لنفسها كده متيسره والدنيا تمام، فعلى قد ما بقدر اراضي براضي. ولما حتى جيت فتحت القناة وحبوا يفتحوا القنوات زيي، انا وقفت معاهم وساعدتهم، يبقى ده جزات انه ما يعملوا فيا كل ده؟ حاطين ايديكم في ايد الناس اللي نازله اهانه وسب وشتيمه في زاهيه. انتوا اخوات؟ انتوا ازاي اخوات؟ كان لايف مفتوح امبارح بالليل ولقيت رانيا فيه، قلت لها ليه يا رانيا؟ يعني انت قاعده في مكان، طب ما تروحي تشوفي اختك عامله ايه. روحي شوفي اختك عامله ايه، كلكم بتتكلموا على بعض، كلكم ما فيكمش خير لبعض، وده السبب اللي مخليكم كده وحشين مع بعض. لما انا جيت قلت لكم زمان من قيمة فترة كده ان حمادة اتخلى عن زاهية بسبب الفلوس، فاهمين ازاي؟ كل واحد في العيلة دي بيدور على مصلحته، لكن زاهية لا. ازاي؟ اولا الدعم اللي جالك يا هناء، هو الدعم ده اللي جالك عشان ايه؟ عشان سواد عينيكي؟ لا يا حبيبة قلبي، علشان خاطر زاهية. ام محمد اولا اللي بعتت لك الفلوس دي، قسما بالله بعتت لك الفلوس عشان خاطر زاهية، عشان هي اصلا من اشد معجبين زاهية، فلقيتك انت مرات اخوها ولقيتك طالعه متولولي على حالك، فقالت اما ساعتها اخد بايديه. ده كله عشان خاطر مين؟ ما عشان خاطر زاهية. في الاخر عديت الايد اللي اتمدت لك، فهي كانت لها تعمل الست، كان لها حق تعمل فيها كده. اسكتي تعمل معاكي قصدي كده وتطلع لك الفيوسات، وكلنا سمعنا وانت بتتكلمي على طبعا حنان وعلى علا وعلى رانيا وعلى حماتها وعلى بنتها. يعني انت ما خليتيش في العيله عيل، وكلهم اصلا اشتكيتي منه، وكلهم كانوا وحشين يا هناء، يعني طول عمرك وانت معاهم كده. طيب انت كنت بتشكري ازاي وتقولي بصراحه الا عمتي زهي، الا عمتي زهي، الا عمتي زهي؟ امال ايه اللي قلبك على زاهيه كده؟ انت نسيت ان ام محمد كانت بتديكي علشان زاهيه؟ هي اصلا كانت عند زاهيه اصلا وجت لك عشان خاطر انت من ريحتها، وجيت دلوقتي قلبت على زاهيه وشايفين ان زاهيه بتموت، فكان لازم أن يردوا الجميل. لازم ام محمد كانت ترد الجميل وتقول لهم طب يلا يا جماعه اسمعوا، شوفوا اللي انا وقفت معاه وعملت معاه عشان خاطر زاهيه. عدت الايد اللي اتمدت لها وراحت تجري على الناس التانيين اللي عاملين بيقطعوا وينهشوا في لحم زاهيه، اللي هي عمرها ما شافت منها حاجه وحشه، زي ما قالت بلسانها في الفويسات، وزي ما احنا ما كلنا سمعنا بودنا. صح ولا احنا غلط؟ ولا انا غلط ولا ايه بالظبط؟ انا عايزه افهم. اصل بيسمعك لا انت اللي اول واحده ثبتي نرمين بنت حلمي، لا انت اللي معرفش ايه، لا والله بجد. طب والسب اللي انتوا نازلين فيه دلوقتي في زاهي، طب خلي زاهي انا معاكم، مع ان زاهي ما حصلش منها حاجه، تمام كده؟ خلي ان زاهي يا ست يثبت. طب بتقلديها ليه؟ وبتعملي زيها اللي انت وهي، وبتسبي وليا زيك ليه انت وهي؟ مش انتوا بتعيبوا على السبابين؟ مش انتوا بتعيبوا على الشتيمه؟ مش انتوا بتعيبوا على الناس اللي بتشتم؟ اما انتوا كمان بتشتموا ليه؟ بتشتموا ليه؟ حتى لما طارق راح لخاله، لما راح دخل عليه واحنا قلنا عيب عشان ما يصحش، عشان ده راجل كبير واسمه خاله، والخال والد، وينفع حد يتهجم على ابوه كده؟ جيت وطلعت يا سلام، وكان من حقه ومش من حقه. لكن لما ولاد ده يعملوا حاجه، لا ازاي؟ ده بنت البطه السود، دول ولاد البطه السودا دول، ليه يروحوا وليه يعملوا كده؟ هو انتوا ليه شايفين نفسكم اللي تبع حلمية صح واللي تبع زيها كلهم غلط؟ ليه؟ ليه الناس الفتانين اللي عمالين بيفتنوا هناك كده ويفتنوا على زاهية ودي كذا ويشتموا فيها ويسبوا في عرضها؟ حرام عليكم، دي بني ادمه، حرام عليكم. الواحد فينا بيجيله كومنت ولا اتنين يزعلوه، ما بينامش الليل ويفضل يتقلب. امال دي تعمل ايه؟ امال دي تعمل ايه؟ اللي داق الظلم هيحس باللي انا بقوله، اما اللي ما دقوش مسيرك ان شاء الله جاي لك الظلم وهتتظلم. وباذن الله بفتكر في يوم من الايام انت عملت في الست دي ايه وجيتوا عليها قد ايه. وانتوا فكرين اليوتيوبرات دولت مش بني ادمين ولا عندهم دم ولا كرم ولا اي حاجه؟ احنا بني ادمين زيكم على فكره، وزي ما انتوا عندكم مشاكل احنا كمان عندنا مشاكل.
بس الاخوات اللي بتختلف في التربيه دول تحس ان هم ما شافوش ريحه التربيه على اللي بيعملوا في اختهم. وانا قلت لكم كما تدين تدان، زي ما طلعتوا فويسات شهيره وكنتوا بتسقفوا وبتهللوا بتقولوا ايوه طلعوا، اللي عمالين يقولوا شفتوا ده اصلا دي خيانه. خيانه مين؟ هو ليكم حلو لما الفويسات تطلع لشهيره ووحش لهناء لما تطلع؟ ايه يا هناء؟ ده انت في ثانيه في ثانيه كانت ريحانه بالسلامه عشان خاطر عبد الله بن الكويت. يعني انت اصلا مالكيشي الا اللي يديكي اكتر يا هناء. شفت دلوقتي خسرتي كل حاجه ازاي؟ وصدقين حتى اللي بيتابعوك مش هيبقى عندك مصداقيه زي الاول، ومحدش اصلا يحس انك صادقه زي الاول. لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش عارفة عايزين تعملوا في الست دي يعني ايه تاني؟ يقولك بتسب نرمين. فاكرين يا جماعة لما كانت نرمين غضبانة وكانت غضبانة بسبب كشف بنتها لما جوزها مرضاش يوديها عند دكتور خاص ووديها عند مستشفى عام، ولما كان جايب تليفونات لولاده وما جابش البنت نرمين؟ ايه رأيكم؟ من ساعتها نرمين جت غضبت قالت ايه؟ انت يا خالتي اللي مغضباني وانت. طلعت شريهان ردت عليه وقالت لها حرام عليك، ده انت غضبانه عشان كذا وعشان كذا. هو انتوا كل حاجه ملبسينها لزاهيه ليه؟ عشان الناس تسيبها وتبعد عنها؟ طالعين انتوا بدور الفضيله والشرف لكن هي الشيطان؟ لا والله العظيم. عايزه اقول لكم على حاجه، ربنا بيسخر ناس لناس. ومش بقول لكم ان انا واقفه مع زاهيه عشان خاطر ان انا زاهيه هتديني ولا ترفع لي منتدى ولا. انا واقفه مع زي عشان دقت الظلم، واللي ده الظلم يحس بالناس. اما اللي مش هيقدر الناس ولا ظلم الناس قسما بالله جاي لك يوم باذن الله وهتشوف وهتدوق وهتقول فعلا ربنا دوقني من اللي انا ما حسيتش بيه بالناس اللي كانت مظلوم. اياكم وسب الاعراض، اياكم وسب الاعراض. الناس بتفكر انها شتمه طلعت من بقهم وخلاص. استغفر الله العظيم. مين قال لكم كده يا جماعه؟ اياكم وقذف المحصنات يا جماعه، اياكم وقذف المحصنات. وخصوصا انك تتبلي على حد ما فيهوش الحاجه دي وانت عارفه مليون في الميه ان ما فيهوش الحاجه دي، ولا وبتتبلي عليه وعاجبك، وانت عايزه تثبتي للناس كلها ان فلانه دي غلط وفلانه دي كدابه، وانت اصلا من جواك عارفه ان هي صادقه وعارفه ان انت اللي كدابه وعارفه ان انت اللي عايزه توديها في 60 ده. عايزه اقول لكم يا جماعه اللي هيدخل جهنم اللي بيعين الظالم على ظلمه. الظالم معروف انه ظالم، طب اللي بيعينه اللي موافقوا عليه وفيه هيتحاسب اكتر منه. فاوعوا تفكروا ان ربنا غافل عما يعمل الظالمون، ده هو بيمهل ويقول لك بقى بس ده الدنيا زهزقت لي، ده لو كان ربنا غضبان عليك كان عمل وخلى وسوى. لا هو فعلا غضبان عليك عشان كده سايبك تمادى لان فعلا انا غضبت عليك، انا غضبت عليك، ربنا اللي بيقول. فيا جماعه اياكم والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. يعني هتظلموني ظلم واحد النهارده هتلاقيه الظلم بين يوم القيامه، هتلاقيه ظلمات مش ظلم واحد. عمالين مالكم عمالين تقهروا فيها ليه؟ عمالين تبهدلوا فيها ليه؟ كل القنوات مراهاش زاهيه راحت زاهيه جت زاهيه عملت زاهيه خالد. طب اشمعنى متابعين الحاجه حلميه؟ وانتوا مفكرين يا قنوات اللي انتوا طالعين بتاخدوا فلوس، هو انتوا بتاخدوا فلوس ليه؟ عشان انتوا مجرد بس طالعين على اسم مين؟ طالعين على اسم حلميه، بتدافعوا عن حلميه وواقفين ضد زاهيه، مع ان اللي بيفهم ان زاهيه وحلميه اخوات والداخل ما بينهم طالع. والمفروض ان احنا نقول كلمه ترضينا كده قدام ربنا يوم الدين لما نقف كلنا وعرقنا ده مغطينا مش عارفين ناخد نفسنا من العرق. لكن انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا ما عندكمش الا كده. انتوا عايزين تعيشوا عيشوني بس النهارده وموتوني بكره، تمام، ما احنا عايزين والله كده كلنا كده، بس برضه عايزين ايه؟ نعمل لدنيتنا كاننا هنموت دلوقتي. لكن ما فيش انتوا الكلام ده ما عندكمش. يلا متابعين يخشوا يغلطوا، ما فيش ان مثلا يهدوا، ما فيش اللي يقولك لا حرام بقى سيبوها بقى كفايه عليها كده. يعني هي بتعمل ايه؟ ما اليوتيوبرات مبهدلين الدنيا اهو، ولا اليوتيوبرات اللي طالعين بيسبوا دلوقتي وما عارفينش في بقهم الا الكلام القذر دلوقتي سايبين دولت ليه ماسكين في زاهيه واخواتها ليه؟ حماده والله العظيم انت جيت على اختك اللي كانت واقفه معاك وكانت ايديها بايديك وكانت بتحبك، انت رحت للكفه التانية. طب ما كنت تصلح ما بين الاتنين، ده ما انت قاعد كده. سمحت دلوقتي الفيوسات؟ شفت المنتدى؟ شفت الكتابه اللي نازله؟ سمعت مراتك كانت بتقول ايه؟ ولا انت عادي بالنسبه لك فري؟ يعني الدنيا عندك عادي وفري. يا رب تكون الرساله وصلت لك وتعرف ان اللي متغطي بمراتك عريان يا حماده، اللي متغطي بمراتك عريان. انا والله العظيم انا حزينه ان انتوا كده كنت بتقول بناتي. انت اللي عايزه تجيبي اجل بناتك باللي انت بتعمليه هناك، انت اللي عايزه توسخي في سمعه بناتك، وباللي انت بتعمليه ده انت اللي بتجني على بناتك.
محدش يقدر يتكلم على بنت، لأن كلنا معانا ولاية، واللي يتكلم على بنت يقعد له. اياكم يا جماعه والكلام على الولايه يا جماعه، اياكم وقذف المحصنات. انا بقول لكل الاطراف اللي بتسمعني، عشان ما حدش يقول بس ان الكلام على يمه واحده بس. لكل اللي بيسمعوني يا جماعه، اياكم وقذف المحصنات. اياكم ان احنا ندعي على العيال، لان العيال مش ذنبها حاجه. احنا شاربين المر في اليوتيوب، وبنسمع كلام قسما بالله ما حد يتحمله ولا حد يسمعه، وكل ده بنقول عشان خاطر ولادنا. هنعمل ايه؟ احنا اللي محتاجين اليوتيوب، مش اليوتيوب اللي محتاجنا. للاسف يا جماعه مجال السوشيال ميديا دلوقتي غطى حتى على قنوات التلفزيون. شفتوا لدرجة ايه؟ فربنا يصلح حالنا وحالكم، يرزقكم ويرزقنا ويعطيكم ويعطينا. بلاش الظلم وظلمات يوم القيامة. انت زعلانة يا هنا عشان الفويسات؟ قبليها كانت شهيرة وكنت عمالة تقولي يلا زيع وقولي يلا، عايزين نفضح، عايزين نتكلم. يعني يا جماعة كما تدين تدان. اللي هتقوليه النهاردة قسما بالله سلف ودين وهيقعد بكرة. وربنا دلوقتي ما بقاش يسيب، ربنا دلوقتي ما بقاش يسيب يا جماعة. يا رب يا رب اشوفكم كده عيله حلوه، وترجعوا يعني تبقوا احسن من الاول، حتى ترضوا امكم وابوكم في تربتها. والله العظيم اللي عامل عليكم بصوا انتوا حبايب، والله العظيم بيتكلم عليكم من بره. قسما بالله اللي عامل حبيبكم وبيموت فيكم وبيحب لكم الخير، والله بيتكلم عليكم من بره. وما هو واخدكم بس غير ان السلمه، بس ان الداعمين دول يكونوا عند قنوات اللي تبع حلميه. والله 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 ما بكدب عليكم. قسما بالله انا عن نفسي واقفه مع زاهيه على اللي هي فيه. والله والله الحمد لله انا ما عنديش اي دعم من عندها. الحمد لله يا جماعه، ربنا يصلح حالنا، واحنا كلنا بنحب الدعم، ولو جالنا دعم بس ما تفكروش ان كل كلامهم صح. كله بيجري ورا الدعم يا جماعه. دمتم في رعايه الله، واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.